السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قصة جديدة. هاد القصة عبرة لأي مرأة غير نية وكدير الثقة ديالها في أي واحد. غنعاود لكم اليوم باش تردوا بالكم، حيت هاد الواقعة تقدر توقع لبزاف ديال الناس. كتقول صاحب هاد القصة: أنا سميتو لبنى، أنا من أسرة متوسطة، أنا وبا وأمي وأختي. أختي أنا تقريبا كبر منها بشي عامين هكاك. كنت بنت مكافحة وصبارة ومديها غير في قرايتي، حيت كان الحلم ديالي نخدم خدمة زوينة ويكون الصالير فيها مزيان باش نقدر نعاون والديا ونهز راسي ونعوض راسي على كاع داكشي اللي كنت بغيت وتحرمت منه. واخا با مسكين ما كان مخصصنا من والو، ولكن حنا البنات المتطلبات ديالنا كثيره شويه. ايوا على العكس ديالي، اختي الصغيره كانت مقابله غير الخروج والحفلات والحوايج والمكياج، المهم قابله كل شيء الا قريتها، وكانت عصبيه بزاف. والديا مساكن الحل اللي داروا معاها ما كيعجباش، داكشي علاش كانوا كيميلوا لجهتي شويه، كانوا كيشاوروني في كل شيء وكانوا تيهضروا معايا بزاف وهي لا. وكنت فوقاش ما ننجح كيشروا ليا شي كادو ولا شي حاجه واخا غير بسيطه، ولكن كانوا كيفرحوني مساكن، وهي كانت يبقى فيها الحال. انا كنت نشوف في عينيها كاين فيها الحقد، ولكن كنت نقول راه غير صغيره ومعليش زعما، واخا كما قلت لكم راه بيناتنا غير شي عامين وصافي. المهم كافحت في قرايتي ونجحت، خديت الاجازه ديالي، من بعد خديت الماستر. كنت بغيت نكمل حتى للدكتوراه ولكن ما كتبش. المهم بقيت واحد المده غير جالسه وتندفع، فيما بانت ليا شي انونس كندفع ليهم، فيما بانت ليا شي حاجه كندفع، حتى جاب الله وصيفطوا لي لواحد الخدمه. ومشيت نط مع الصباح بكري، شديت الطريق حيت هذيك الخدمه كانت بعيده شويه على المدينه فين ساكنين. المهم وصلت، دوزت لونتروتيان والحمد لله نجحت، وفرحت بزاف. فرحت اولا حيت نجحت، وحيت الخدمه اللي تقبلت فيها كان صالير زوين، وكنت نقول هذه هي الخدمه اللي مناسبه ليا وهذه هي الخدمه اللي نستحق. المهم بديت نقلب باش نكري ونستقر، واول مره غنبعد على والديا جاتني شويه صعيبه، ولكن هذه هي الحياه. صافي بقيت استقريت تما وبقيت خدامه، وكنت مره تنزل نشوف والديا ونرجع عاوتاني بحال دابا السبت والحد. ايوا تما فاش كنت خدامه كان واحد السيد معايا، هو البوست ديالو كبر مني. واحد النهار غيجي وغيزعم وغيصارحني وغيقول لي بلي تنعجبو وبلي الا كتب الله ناويني المعقول، وبلي بغا يهضر معايا غير جاي يتشاور معايا باش ما يكونش شي احراج وصافي، حيت النمره التليفون كاينه اصلا عنده بحكم الخدمه وداك الشيء. المهم غيصيفط ليا وغنبقاو نهضروا انا وياه في الواتساب وغنبقاو نتواصلوا ديما. في ديك المده تعرفنا، وهو اصلا السمعه ديالو في الخدمه كانت مزيانه، معروف بانه راجل معقول وطيب وكل شيء تيقولها. ايوا العلاقه بيناتنا انا وياه تطورات، والسيد قال لي بلي باش نعلم والديا حيت ناوي غيجي عندنا للدار. المهم انا عاودت لوالديا شنو كاين، صافي وافقوا وحددنا الموعد. ايوا جا هو ودارهم لعندنا. عائلته صراحه الله كانوا ناس الله يعمرها دار ودرافين بزاف، والحمد لله داز كل شيء بخير وتيسرات لنا الامور وسالينا كل شيء تقريبا في مده قصيره. المهم دازت الخطوبه، من بعد داز العرس، دوزنا شهر العسل، صافي ورجعنا المدينه فين خدامين فيها، وبقينا تنقلبوا انا وياه على فين نسكنوا على ما توجد الدار، حيت هما عائلتهم ميسوره شويه، وباه كان عطاه واحد البلاصه فين يبني وعاونوا باش يبني ويسكن. المهم دازت 4 شهور تقريبا، كملت الدار ورحلنا ليها. هذاك الاول ديال الزواج عشت فيه واحد الاحداث زوينه بزاف وذكريات ما كتنساش، واي حاجه كانت تدوز بحلاوتها. المهم دازت تقريبا عامين وحملت. فاش غنولد ولدت بنيه، كنا انا وراجلي مفاهمين بزاف. انا فاش ولدت بنتي وليت تلقى صعوبه باش نوفق بين الدار والتربيه ديالها والخدمه، خصوصا الخدمه ديالي ما كانش عندي شي توقيت محدد. ايوا صافي قررت باش نجيب شي مربيه اللي تعاونني وتهز معايا الشغل وتعاونني في التربيه ديال بنتي. عاودت المشكل ديالي لصاحبتي
وهي تقول لي غنشوف لك واحد السيده. فعلا صيفطتها ليا. المهم السيده كانت ظريفه الله يعمرها دار، وكتعامل مع بنتي مزيان. المهم كتجي كتسالي خدمتها صافي وكتمشي. كنا مرتاحين وهزت عليه واحد الثقل، واحد الحمل. ارتاحيت من ديك الناحيه. حتى لواحد المره غتجي السيده اللي خدامه عندي وغادي تقول لي بلي راه تزوجات، وبلي يقدر بقى لها غير شيامات معانا وغادي تمشي، حيت راجلها كاين في مدينه اخرى. طبيعه الحال ما غاديش نخليها تبقى خدامه عندي. ايوا فاش مشات ترونت وما بغيت عرفت ما ندير. كلشي تخربق ليا. صافي تلفت، ما بقيت عارفه والو، ما بقيت عارفه لا منين نبدا ولا منين نوخر. ايوا حتى عييت وانا ندفع شهاده طبيه للخدمه ديالي، وانا نجلس على ما نقاد زعما الامور ونشوف شي وحده اللي تجلس معايا. فاش بقيت جالسه اللي تلاقيت معاه تنشكي على امي على صحاباتي اللي لقيتو كنشكي عليه. ايوا امي هي تقول لي ها هي اختك غير جالسه تمشي عندك تقابل لي كنيت البنت وتعاونك بين ما تلقاي شي خدامه اخرى. صافي هضرت معاها. خايف في الاول ما كانتش موافقه، ما كانش عاجبها الحال حيت الطبع ديالها هي في شكل. ايوا هضرت معاها. المهم جات لعندي للدار، وفي الاول ما كانش ما كيما قلت لكم ما كانش عاجبها الحال كاع. كنت نقول واش نيت غتقابل ليا بنتي كيفاش كدير هذيك السيده اللي كانت عندي، ولا غير غتخليها عليا تما زعما وتهمل عليا. المهم دازت الايام والشهور، وصراحه الله بدات كتولف شويه بشويه. ايوا اختي ولفات نيت، وهي اللي كانت ما كتهضر غير بالزز، وما كانش كاع كتهضر مع راجلي. والبلاصه اللي كان فيها كتخويا ولات هي وياه الضحك والتكركير على الجهد. ولات كتلبس شي حوايج معيقين. فاش كنقول ليها ستري راسك ولبسي شي حوايج زعما مستورين، راه زعما حشومه كاع ما كتسوق لي كدير بحال ما سمعتنيش. ايوا غادوز المده والايام. راجلي حتى هو بديت كنحس بيه يتبدل، ما بقاش كيف كان. وليت كنشوفو كيهضر معاها بزاف، كيضحكوا كل مره داخل خارج الكوزينه، وهو اللي ما كانش كاع كيهضر مع ديك الخدامه ولا والو. المهم دابا ولات في واحد الزعامه بزاف. انا بدا راسي تيسخن عليا وما عجبونيش دوك التصرفات. والمشكل ما نقدرش حتى نقول لها، يقول لي كتغيري من اختك وما بغيتش انا هكاك. المهم بقيت غير ساكته وكنشوف. صافي حتى لواحد المره غتكون هي في الكوزينه وهو مقابلها، وغير كيشوف فيها شي شوفات. انا صافي بدا كيدخلني الشك ديال بصح، حيت كل مره كنزيد نتاكد باللي كاينه شي حاجه تما. تنقول مع راسي واش هذا هو الراجل اللي كان تيبغيني؟ واش هذا هو نيت اللي كنت كنعرف؟ واش زعما يقدر يديرها ويخونني؟ ومع من؟ مع اختي. انا راسي ما بغاش يحبس ليا من التفكير. صافي حتى عيت وانا نهضر معاه. طلع لي الدم بزاف وهضرت معاه. قلت ليه شوف، هاد التصرفات اللي ولا مؤخر بيناتكم راه ما عاجبينيش. هو بدا عليا لا انت فهمتي غلط، راه اختك هذيك راك عارفه السيستيم ديالها كيفاش داير، وهي صعيبه شويه، بغيت انا حتى تولف وصافي وكذا وكذا. ايوا صافي قلت راه السيد الهم ديالو غير انا، باش زعما ما تمشيش اختي وتخليني واحله كما كنت في الاول. تبقى معايا وتبقى معاوناني بتما نشوف شي سيده اللي تعاوني. صافي ميكت. واخا داكشي باقي مستمر ومره كيبقى يضرني، ولكن تنقول راه غير اختي هذيك ما غاديش يكون. المهم انا اختي كان كيجيني بحال كيعجبها الحال فاش كدير دوك التصرفات، بحال كتقلي ليا السم بالعاني. بعض المرات تنقول واقيلا راه كدير هادشي عن قصد، وبعض المرات كنرجع نعل الشيطان وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هادشي ما يمكنش. ايوا والنيه اللي فيا ربي غيفضحهم قدام عيني. واحد المره صاحبتي اللي في الخدمه معايا غدير واحد الحفله غير صغيره بالمناسبه الخطوبه ديالها، وقالت لي جي وجيبي اختك، وما تنساي تجيبي ليها معاك واحد القفطان زوين كنت فصلته فاش كنت باقي عروسه وما ملبوسش بزاف. كانت بغاتو زعما باش تبرز بيه، حيت داكشي غير خفيف على ما توجد للعرس. المهم اختي قلت ليها يلا معنا، راه كاينه واحد الحفله وكذا زعما غيعجبك الحال. هي ما بغات، قالت لي انا ما عزيزش عليا داك الهرج وكثرت الناس، خليني غير جالسه في الدار. صافي عييت معاها باش تمشي، ما بغات، خليتها على خاطرها. انا قلت لها زعما يلاه معايا فوجي شويه وخلي راجلي يقابل البنت، ولكن هي ما بغات. صافي انا وجدت راسي وهزيت داك القفطان درتو في واحد الساشيه وحطيتو حدا الباب زعما باش ما نساه. يوم من الزربه اللي فيا تلفت ونسيتو.
ومشيت حتى نص الطريق وانا نتفكرو، وتميت عاوتاني راجعه للدار. ايوا فاش دخلت كنسمع الحس مقطوع والموسيقى خارجه من البيت ديال النعاس ديالي. ايوا فاش دخلت وانا لقى صدمات العمر، رجلي خواو ليا بالخلعه، لقيت اختي وراجلي في واحد الوضعيه اللي ما تقدرش حتى توصفها، وزيداها لابسه الملابس الداخليه ديالي. بقيت غير تنبكي، البكا ما بغاش يتحبس ليا، وهي تضحك واحد الضحكه ديال الاستهزاء وقالت لي مالكي كتبكي، اشنو اللي بكاك، اشنو كاع اللي وقع؟ قلت لها ياك اختي، هي تقول لي ياك انت اللي بغيتيها كتوصلي ليها، وحياتك مثاليه، شنو فيها الا شي نهار ما وقع داكشي اللي بغيتي وخسرات حياتك؟ وبكل برود كتهضر. والراجل بقى تيقول لها سكتي علينا انت السبب، وعيا معايا باش نسمعو يشرح ليا زعما شنو وقع، وبلي هي اللي طيحاتو وكذا وكذا، ولكن انا ما كنت بغيت نسمع حتى واحد فيهم. ايوا المهم خرجت هذيك الليله ومشيت عند جارتي، دخلت عندها باش نبات، واخا ما كانش كنت عارفه ما غاديش يديني النعاس. المهم قالت لي ياك لاباس اشنو واقع، ما قدرتش حتى نعاود ليها، قلت لها بلي غير شي مشاكل وصافي. المهم ما نعستش الليل كله وانا راسي كيدور ليا. ايوا الصباح دخلت للدار ما لقيت حتى واحد فيهم. بنتي هزها معايا، جمعت حوايجي وحوايجها وانا نتصل بصاحبتي عاودت ليها شنو كاين، وهي قالت لي بلي غادي توقف معايا حتى نلقى شي حل. اختي مشات للدار ولكن ما قالت لامي والو، وحتى انا ما قدرتش نقول لها والو حيت خفت توقع لها شي حاجه ولا تمرض. المهم بقينا خلينا داكشي سر. راجلي عيا معايا باش نرجع معاه، ولكن انا ما قدرتش، عرفتي راه الخيانه صعيبه بزاف، شي حاجه اللي ما تقدرش تنساها، وجرح صعيب يبرى. المهم دفعت الطلاق، والديا في راسهم باللي راجلي خانني، ولكن مع من حتى واحد ما عرف. طلقت وهزيت بنتي وبقيت خدامه عليها حتى يحنصد ربي. وكانت هذه هي القصه ديالنا، وشكرا لكم على المتابعه، كنتمنىكم ديروا الاشتراك